الرحمن الرحيم. حبايب قلب طلاب سنة تانية اعدادي، ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهاردة يا ولاد على حل اسئلة الكتاب المدرسي. الوحدة التانية الدرس الاول اللي هي يا ولاد خصائص الموجات الصوتية. انا كاتبالكم يا ولاد صفحة 103 في كتاب الامتحان. يلا نبدأ بسم الله. تميز اذن الانسان الصوت الذي تردده. احنا عارفين يا ولاد ان الاصوات اللي بتميزها اذن الانسان بتبدأ من عند 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز، او ممكن نستبدل ال20 كيلو هرتز ب20,000 هرتز. ماشي، طبعا 50 كيلو هرتز يعني 50,000 هرتز ده مستحيل نسمعه لان ده موجات فوق سمعية. 30 كيلو هرتز يعني 30,000 هرتز برضو طبعا ما نسمعوش، ده موجات فوق سمعية. 300 هرتز ده ينفع لانه بيتراوح بين ال20 هرتز لل20,000 هرتز. 5 هرتز ما نسمعوش لانه اقل من 20 هرتز ودي موجات دون سمعية. طب الموجة الصوتية التي تنتشر في الهواء بسرعة 330 متر على الثانية وطولها الموجي 1/10 متر يكون ترددها كام؟ احنا خدنا في قانون انتشار الأمواج ان عين بتساوي تاء في لام. ماشي، طب لو انا عايز اعمل مثلث يا ولاد، اللي بيتضربوا في بعض دايما هم اللي بيبقوا تحت في المثلث، يعني تاء ولام تحت والعلامة اللي بينهم دي علامة الضرب، وعين هي اللي فوق ودي علامة اسم. اللي انت عايزه خبيه. هو عايز هنا التردد، يبقى نخبي التردد، يبقى التردد هتساوي عين على لام. التردد هيساوي عين على لام. عين اللي هي السرعة كام؟ 330. طيب ولام اللي هو الطول الموجي بكام؟ ب1/10. طلعوا من الآلة الحاسبة هتلاقوهم 3300 هرتز. كل مما يلي من العوامل التي تتوقف عليها شدة الصوت ما عدا، احنا عارفين شدة الصوت بتتوقف على 5 حاجات اللي هم ايه يا ولاد؟ اللي هم اتجاه الرياح وكثافة الوسط وايه كمان، وسعة الاهتزاز ومساحة السطح المهتز والمسافة. دول ال5 حاجات اللي بتتوقف عليهم شدة الصوت. سعة الاهتزاز معانا، كثافة الوسط معانا، اتجاه الرياح معانا. انما التردد بقى يا ولاد غلط. ليه؟ التردد ده بيأثر على درجة الصوت مش بيأثر على شدة الصوت. يعني كل ما زاد التردد او الاهتزازات كل ما الصوت كان حاد. طب ما المقصود بدرجة الصوت؟ هي الخاصية التي تميز بها الأذن، الخاصية التي تميز بها الأذن بين الأصوات. ايه بقى يا ولاد درجة الصوت؟ الأصوات الحادة والغليظة. الحادة زي صوت المرأة والغليظة زي صوت الرجل. طب الموجات السمعية هي الموجات التي يتراوح ترددها بين 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز أو 20,000 هرتز ويمكن للإنسان سماعها. طب الطول الموجي لموجة صوتية 1.5 متر. احنا أخدنا في الدرس اللي قبل ده ان الطول الموجي لو لموجة طولية يبقى المسافة بين تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين. طب لو موجة مستعرضة يبقى المسافة بين قمتين متتاليين أو قاعين متتاليين. طب احنا نعرف أنهي واحد؟ بص وأعطيك موجة ايه؟ صوتية. وموجات الصوت بتتكون يا ولاد من تضاغطات وتخلخلات. ماشي، فمعنى كده ان قصده هنا يعرف لي الموجة الصوتية، اقول له اي ان المسافة بين تضاغطين متتاليين او تخلخلين متتاليين للموجة الصوتية بيساوي 1.5 متر. طيب علل اختلاف صوت البيانو عن صوت الكمان حتى ولو اتفق في الدرجة والشدة. ده يا ولاد لان احنا قايلين ان كل آلة موسيقية ليها نغمتين، نغمة مشتركة في كل الآلات ونغمة مميزة لكل آلة موسيقية. النغمة المشتركة في كل الآلات هي النغمة الأساسية. طب والنغمة المختلفة هي النغمة التوافقية. يعني لما يقولك ليه صوت البيانو مختلف عن صوت الكمان هنقول له والله السبب ده بسبب اختلاف النغمات التوافقية المصاحبة للنغمة الأساسية لكل منهم. توافقية المصاحبة للأساسية لكل منهما. طيب الصوت المنتقل في الهواء يكون أقل شدة من الصوت المنتقل في ثاني أكسيد الكربون. يعني الصوت المنتقل في ثاني أكسيد الكربون صوته أعلى أو الشدة بتاعته أعلى. والله يا ولاد ده اعتمادا على الكثافة. احنا وجدنا ان كثافة ثاني أكسيد الكربون أكبر من كثافة الهواء، وبزيادة الكثافة تزداد شدة الصوت. ماشي، يعني نقول ان هما دي من العوامل اللي بتأثر على شدة الصوت اللي هي كثافة الوسط. هنقول لأن في ثاني أكسيد الكربون
تزداد كثافة الوسط، او ممكن نقول لان كثافة ثاني اكسيد الكربون اكبر من كثافة الهواء، اكبر من من الهواء، وبزيادة كثافة الوسط تزداد شدة الصوت، تزداد شدة الصوت. طيب استخدام الموجات فوق السمعية في تعقيم اللبن. احنا عارفين يا ولاد لان هي بتقتل البكتيريا وبتوقف نشاط الفيروسات، هنقول لان لها قدرة فائقة في القضاء على البكتيريا، في القضاء على البكتيريا ووقف نشاط الفيروسات، ووقف نشاط الفيروسات. طب يقولك أديرت عجلة سافار بمعدل 300 دورة في الدقيقة، وملامسة أسنان أحد التروس بصفيحة مرنة صدر صوت تردده 600 هرتز. ماشي، بيقولك ما عدد أسنان الترس. لازم أول أحط القانون بتاع عجلة سافار اللي هو بيقول إيه بقى؟ التردد بيساوي عدد الدورات في عدد أسنان الترس على الزمن بالثانية، على الزمن بالثانية. شوف ايه المعطيات اللي عطاها لك وشوف هو عايز ايه وحطهم بنفس الترتيب بتاع القانون. هو بيقول لك هنا أديرت بمعدل 300 دورة، يعني عدد الدورات عندي هنا 300. هسيب مكان التردد فاضي واعمل البسط والمقام، وعدد الدورات هنا عندي 300 في الدقيقة. طبعا الدقيقة دي هو الزمن هنا لازم يبقى بالثانية، فحاول الدقيقة لثانية، الدقيقة فيها 60 ثانية يبقى هنا الزمن 60. وملامسة أسنان أحد التروس صدر صوت تردده 600، يعني التردد عندي هنا ب600. وعايز عدد أسنان الترس، يعني بالنسبة لي عدد أسنان الترس ده مجهول. ماشي، اعملوها زي مسائل الرياضة يا ولاد، يعني ده بسط ومقام، ده نخليه بسط ومقام زيه، أي حاجة ملهاش مقام مقامها واحد. ماشي، هضرب هنا بقى المقص بقى اللي هي 600 في 6 هنحطها في ناحية، في 60 هنحطها في ناحية، و300 في س هنحطها في الناحية التانية. اضرب دول على الآلة الحاسبة 3 اصفار اهم 36، ودي 300 في س عشان اتخلص من 300 اللي جنب عدد اسنان الترس، اقسم عليه هنا على 300 وهنا على 300. دي هتروح مع بعضها، وده الصفرين هيروحوا قصاد الصفرين، على 3 فيها الواحد، على 3 فيها ال12، يبقى عندي عدد اسنان الترس هنا هتساوي 120 سن، 120 سن. اخر سؤال بيقولك من الاشكال التالية قارن من حيث شدة الصوت ودرجته بين الموجة الصوتية ألف وباء. تعال كده نبص على ألف وباء، هتلاقوا ان ألف كده. لا تعال كده نعد القمم عشان نشوف هي كام قمة. 1 2 3 4 5 6 7 8. ماشي، انما هنا 1 2 3 4. طبعا يا اولاد زيادة القمم معناها ان في هنا زيادة في الاهتزازات، وزيادة الاهتزازات معناها زيادة التردد. طب والتردد بيأثر على ايه؟ على درجة الصوت. معنى كده يا ولاد ان هنا في 8 اهتزازات وهنا في 4 اهتزازات بس، يبقى الموجة ألف ده هي الدرجة بتاعتها أعلى من الموجة باء، أعلى من الموجة باء. طب من حيث الشدة، نعرف الشدة منين بقى يا ولاد؟ نشوف القمة واصلة فين لأبعد مسافة. يعني لو جينا نرسم خط مستقيم من هنا ومن هنا ومن هنا كده ونروح هنا، هنلاقي ان الاتنين تقريبا القمة بتاعتهم واصلة لنفس المسافة، فالاتنين الشدة بتاعتهم متساوية، يعني شدة ألف بتساوي شدة باء. هو اللي تعرف الشدة بتاعته أعلى اللي تلاقيه القمة بتاعته عالية قوي والقاع بتاعه واطي قوي. طب الموجة الصوتية باء وجيم، تعال نبص على الموجة باء والموجة جيم. ماشي، من حيث برضو تعال نحسب اول حاجة الدرجة نبص على عدد الاهتزازات، ادي قمة 2 3 4 وادي هنا قمة 2 3 4، يبقى الدرجة بتاعت باء بتساوي الدرجة بتاعت جيم، لان القمم بتاعتهم قد بعض وبالتالي اهتزازاتهم قد بعض. طيب الشدة بقى، بص هنا بقى يا ولاد القمة هنا واصلة لحد فين والقمة هنا واصلة لحد فين. طبعا هنا القمة عالية قوي، ومادام القمة عالية قوي يبقى سعة الاهتزازة عالية، وسعة الاهتزازة لو عالية يبقى شدة الصوت عالية، يعني شدة الموجة باء اكبر من شدة الموجة جيم. لو عجبكم الفيديو يا حبايبي لايك وشير الفيديو، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.